تعالي لما نعمل الكبدة بطريقة سهلة ومبسطة، وكمان على نظام الطيبات، يعني من غير توابل ومن غير وجع قلب ولا تعب ولا أي حاجة خالص. تبلناها كده بشوية ملح وبس. تمام. جبنا كده الردة وعليها معلقة من دقيق الحبة الكاملة. طبعا مش هنحط دقيق أبيض، الأول كنا بنحط دقيق أبيض وبقسماط، مش محتاجين كل الكلام ده. دلوقتي حطينا معلقة كبيرة من دقيق الحبة الكاملة بس، وشوية ملح فقط لا غير. هنبدأ كده ان احنا نتبل الكبدة بالشكل ده. هغلفها بالردة كده، وهبدأ احطها في طبق كده لحد ما اشوف هعمل ايه تاني. شايفين بالشكل ده؟ سهلة وبسيطة جدا، وفي دقيقة ونص مش تاخد معاكي وقت. حطيت كده الزيت بتاعي على النار، زيت سخن، وهبدأ احط الكبدة بتاعتي، كبدة البانيه. بسم الله ما شاء الله، ولا قوة الا بالله. شايفين؟ حاجة كده ولا اروع. سهلة وبسيطة وخفيفة على المعدة. الكبدة من الحاجات اللي فيها زنك، في الحاجات اللي المفيدة جدا للي عندهم أنيميا. يعني ما شاء الله، حاجة كده سهلة وبسيطة ومفيدة في نفس الوقت. شايفين؟ كمان معاها شوية رز، أنا كنت عاملة معاها بطاطس. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ مستوية، مقرمشة من بره وجوسي من جوه، جميلة جدا. عايزة تحطيها بقى في رغيف عيش، طبعا نستخدم عيش الحبة الكاملة بالشكل ده. شايفين؟ بالهنا والشفا ليكم، وبحبكم في الله.